بسم الله إن شاء الله. بسم الله. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بقى على المحاضرة بتاعت نبدأ بالدنتال الأول، تمام؟ عشان ننجزها تمام. سريع بإذن الله. في أي حاجة مش باينة، صوت مش واضح أو صورة مش واضحة، توقفني تقول لي مش يعني الدنيا مش واضحة معاك. طيب، ابدأ إحنا خلصنا المرة اللي فاتت الماكسيلاري بريمولارز. المرة دي تمام. نخش في المانديبولار السفليين. طيب، السفليين دول اللي هم الأسنان الضروس السفلية اللي هي بريمولارز. زي الأبر برضو دي هنبدأ في أول حاجة في الدرس رقم 4 اللي تحت. درس رقم 4 مكون برضو من فور لوبس زي ما احنا عارفين. 4 فصوص، 3 أماميين وواحدة خلفية. طبعا دوت بالنسبة للوقت التسنين ده تحفظ زي اسمك، لأن هو أنت هتلاقيه في كل سلايد هنتكلم فيها وقت التسنين ده هتحفظ زي اسمك عشان هيجي في كومبليت باجي MCQ. طيب، الشكل الامامي والخلفي بتاعه عامل ازاي؟ شكل ترابيزويد زيه زي السنان اللي فوق. وهنا بقى الكونتاكت ارياز موجوده في نفس الليفل، نفس المنطقه عند يعني ما فيش واحده اعلى من الثانيه، هما الاثنين في نفس الليفل في السن دي. والروت عندك كونفكس شويه. طيب اهو ده الروت اهو، وادي جايب لك هنا شكل اللي هو اللي في النص ده اللي هو الميدل لوب. ده عباره عن ايه؟ عباره عن بكال ريدج، عباره عن جبل في النص مرتفع، تمام، وحواليه تحته كده من تحت في كونفكسيتي اللي هي الحته كونفكس عندي اللي هي السيرفايكال ريدج برضو حته مرتفعه. طيب حوالين الحته طبعا اي حته عاليه حواليها اتنين، ده زي ما احنا متعودين، حاجتين منخفضين اللي هما ديفلوبمنتال او شالو ديبريشن. طيب ادي شكل الروت اهو منحرف زي ما احنا عارفينه ناحيه الكونفكس اهو، تمام. في نفس الوقت شبه مين؟ اللور كلاين عندي يعني. ده الاشكال بتاعت الاوتلاين طبعا هنا بتاع الاناتومي بتاع اللور فور. جايب لك بقى انه اللور اللينجوال كاسب اصغر طبعا من البكا الكاسب، لان هو فيه كاسبين، بكا ولينجوال. وعارفين ان وهنا في حته مميزه موجوده في اللور فور، زي ما كان فوق في حته مميزه، هنا في حته مميزه برضه اللي هو اللي هو الميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف. ده جروف بيعدي ما بين الميزيال بارت واللينجوال كاسب، بيعدي ورا كده جروف كده، خط رفيع بيعدي ما بينهم. فانا عشان لما يمسك السنه دي في ايدي اعرف السنه دي ازاي ان هي لور فور، لما الاقي الخط الرفيع ده. ادي شكل الكسبات من يعني الكسبات او شكل السنه من الجناب، من الميزيال والديستال، شكلهم عامل ازاي؟ رومبويد ان شيب. يعني ايه رومبويد؟ يعني شكلها رباعي بس بيميل شويه، شبه الجوهره كده، او يعني شبه هو حاجه مربعه، يعني هي مربعه بس مطوله شويه من الجناب. طيب عندك ده لينجوال انكلينيشن، ماشي، يبقى انت عندك السنه مايله لورا شويه ناحيه اللينجوال، بطبيعه ان هي سنه فلور فطبيعي لازم يبقى فيها حته اللينجوال انكلينيشن دي. وهي شكل الاسنان من الجناب، وزي ما عارفين ان فيها دايما لازم في السيرفايكال لاين يبقى مايل باصص لتحت في الميزيال والديستال، عكس الليبيال واللينجوال. يعني هنا هتلاقي اهو السيرفايكال لاين باصص لتحت اهو، ده باصص لتحت. جميل. طيب ده بالنسبه اللي هو الاوتلاينز. وعارفين برضو ان البكا القصب نازل خط مستقيم منه للروت. طب اللينجوال قصب لا، اللينجوال قصب مش نازل على الروت، مش نازل في الروت، نازل بعيد عن الروت. جميل. طيب ادي شكله تمام. اهو. عارفين برضو ان الديستال اسبكت عندي من ناحيه الديستال، انا عندي الDMR دي اختصار ديستال مارجنال ريدج. الديستال مارجنال ريدج اللي هي السور، اخر حته في الحدود بتاعت الضرس من اليمين ومن الشمال. فهي الديستال بقى من ناحيه الشمال مالها ستريت. لكن الميزيال لا، الميزيال طالعه لقدام شويه، طالعه لفوق، جايب ميل كده شويه. يبقى ده الفرق ما بين الديستال والميزيال مارجنال ريدج. يعني الديستال اسبكت او الميزيال اسبكت شكلهم اهو. وقلنا الحاجه المميزه اللي بتفرقه الخط الرفيع اللي نازل تحت ده اللي هو اسمه ميزيو لينجوال ديفلوبمنتال بروف، ناحيه طبعا مين؟ الميزيال. طيب آه بالنسبه بعد كده للاجزاء بقى التانيه اللي هي عندك الروت عندك ممكن يبقى ديفايدد، متقسم نصين زي ما احنا عارفين. هو روت واحد بس بتقسم بطه ولينجوال، زي ما احنا قلنا في الابر فور. برضه الابر فور بقى كان روت واحد ولا اتنين روت؟ شوف كده، انت ذاكرت المحاضره دي ولا ما ذاكرتهاش؟ واحد. الروت الفور. لا، اتنين. الفور كان اتنين، الخمسه هو اللي كان واحد. يبقى هنا العكس، يبقى هنا الاكتر شيوعا، الحاجه اللي هتلاقيها اكتر ان اللور فور هو روت واحد. واحد. طيب ادي شكله اهو لما تبص عليه من فوق، اللي هو دايموند شيب زي ما قلنا شكل الجوهره. وعنده مايل ورا شويه لينجوال كونفرجنس. طيب ايه الحاجات اللي انا بشوفها فوق؟ من فوق لما ابص عليه من فوق بشوف عندي تراينجلر ريدج، بلاقي عندي الكاسبات بكال ولينجوال، وبلاقي عندي زي ما قلنا الميزيال والديستال مارجنال ريدج اللي هم خطين البينك دول، ميزيال وديستال مارجنال ريدج. طيب البكال ريدج وعندك الميزيال ديستال سلوب اوف ذا كاسبس، تمام. يبقى دوت كلها حاجات المحتويات بتاعت مين؟
الشكل اللور فور. طيب اللور فور فيه حاجه مميزه وبتيجي في الامتحان على طول وبيسالك عليها، اللي هي ايه؟ اللي هي منظر السنيك اي، اللي هو عين، اللي هو عين الايه الافعى، او عين الكوبرا، او عين التعبان. منظر عين التعبان ده موجود فين؟ موجود في الضرس من فوق اللي هو الفور. بص عليه من فوق كده الاقي ايه المنظر ده. طيب. طيب هو ايه اللي خلاه يداني المنظر ده؟ لان هو عندي هنا اتنين فصه وهنا عندي ريدج. فلما الاتنين فصه دول كده كأن دي مناخير وكأن ديت ايه عينين، فاديت لي الشكل ده. فالشكل ده مشهور عشان لما يجي لك في الام سي كيو او في الكومبليت ويقول لك الشكل السنيك اي ده بشوفه فين، فتقول له في اللور فور. طيب ده كده اللور فور. طب اللور فايف؟ اللور فايف بقى مختلف شويه زي اللور فور، بس في جزء زياده اللي هو ايه؟ هو في منه، اول حاجه تعرف ان هو في منه شكلين. في منه شكل زي اللور فور 4 لوبس، وفي منه شكل مختلف 5 لوبس. يبقى ده اول درس عندي 5 لوبس. يعني ايه 5 لوب؟ يعني عندي ايه حته زياده في اللينجوال. طيب يبقى ده المنظر بتاعه. يبقى عرفنا اول حاجه ان هو ايه نوعين، نوع 4 ونوع 5. طيب ده شكله، وده الوقت التسنين بتاعه. بعدين نبقى عارفين ان هو ايه الفيشل واللينجوال اسبكتس، شكله من قدام ومن ورا عامل ازاي. طبعا نتيجه ان هو بقى عنده جزء زياده ممكن ده يديله شكل مربع، فشكله من الفيشيال واللينجوال من قدام من ورا مربع. طب اللي فات كان شكله عامل ازاي؟ اللور فور من الفيشيال واللينجوال، اتكلم معايا كده، كان شكله عامل ازاي؟ من قدام مربع. الفور مش الفايف، الفايف مربع، الفور بقى كان شكله من قدام عامل ازاي؟ الواي. امم الواي. لا، الفور سنه رقم 4 كانت شكلها ترابيزويدال. نركز في المصطلحات يا محمد عشان الحاجات دي اللي بتيجي في الامتحان. الحاجات دي لو وقعنا منها خلاص مش هنعرف نحل، مش هنعرف نحل. احنا لسه قايلين فوق دلوقتي اهو، نرجع تاني فوق اهو. اهو. اهو المنظر ده اسمه ايه؟ قول اقرا اسمه ايه؟ أزبكت. ها؟ أزبكت. اسمه ايه ده؟ ترابوزويد. ترابيزويد. علي صوتك كده واتكلم معايا كده. ترابيزويد. يبقى انت عندك ترابيزويد، ده شكل اللور فور. طب اللور فايف؟ اهو قول انت بقى. ها؟ شكله عامل ازاي؟ سيرفايكل. هم؟ سيرفايكل. سيرفايكل. مش سامع. سيرفايكل. شكله عامل ازاي؟ ايه السيرفايكل؟ انا بقول لك شكله عامل ازاي، مش بقول لك توصف لي المكان بتاع شكله اهو. سكوير شيب. مكتوبه ورشة. والله. مكتوبه والله سكوير شيب. يبقى انت من الواجب بتاعك تعمل ايه النهارده ان شاء الله؟ جيب لي الشيت كده بتاعت المراجعه بتاعت العملي اللي مكتوب فيها الاسنان، وتحل لي فيها كل صفحه عامل ازاي، وتعمل لي ورقه ثانيه بخط ايدك مقارنه ما بين اللور 4 واللور 5 في كل حاجه، في الشكل، في الجروفز، ايه اللي عنده جروف وايه اللي ما عندوش زي ما هنشوف دلوقتي، الروت شكله عامل ازاي، مين اكبر من مين، الكلام ده. ادي منظر اللور فور اهو. زي ما قلنا هنا اللور فور عندي بكر كاسب بوينتد شويه، لكن هنا بكر كاسب بيبقى قصير شويه كانه مبرود كده كانه اتاكل منه. هنا الايبكس مدببه، لكن هنا بلانت. يعني ايه بلانت؟ اللي هي الكلمه اللي تحت دي بلانت ايبكس، يعني ايه؟ يعني مش عكس مدببه، مش شارب يعني مش حاده. يعني هي ايه واخده نهايه كده مش حاده، لكن الفور لا واخده نهايه حاده شويه. طيب الفور برضو الفكره في ايه؟ ان هو اللينجوال كاسب اصغر من البكال كاسب. نبقى عارفين ان هنا نفس الكلام، بس البكال كاسب ده اكبر من بتاع الفور. يعني عموما كده من الاخر ان الابر فايف اللور فايف اكبر من اللور فور، اكبر من اللور فور. طيب الحاجه المميزه اللي بشوفها هنا في اللور فور ايه؟ زي ما قلنا ميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف، الخط الاحمر اللي ماشي تحت ده. طب هنا بلاقي نفس الخط الاحمر ده؟ قال لك لا ما بنلاقوش. طيب 3 كاست تايبس قلنا بقى ان احنا ايه؟ مش احنا قلنا الدرس رقم 5 ده فيه منه شكل تاني؟ الشكل التاني ده اللي هو ايه؟ الثلاث دروب، اللي هو بيبقى فيه 3 كاسبس. 3 كاسبس. طيب اللي هو ايه 3 كاسبس دول؟ بيبقى عباره عن ايه؟ كاسب قدام وكاسبين ورا. كاسب قدام في البكر، كاسبين ورا في اللينجوال. ادي منظرهم اهو. طيب طبعا اي كاسب وكاسب في بينهم لازم يبقى فيه ايه؟ جروف. فهو هنا بقى بيقول لك كده ان الكاسبين اللي ورا دول في ما بينهم لينجوال جروف، اسمه كده لينجوال جروف. طيب ده منظر الضروس من الجناح الاثنين. احنا قلنا شكلهم رومبويد، اللي هو قلنا شكل الجوهره. تمام. وقلنا الرومبويد ده برضو موجود في الشكل الاوكلوزال، يعني هو موجود ميزيال وديستال رومبويد والاوكلوزال رومبويد. جميل. طيب ده الواجب بتاعك هتكتبه الكلام دوت كله في الشيت اللي احنا اللي هي مطبوعه عندك جاهز ده بتاع العملي، عشان ده العمل بتاعك. العمل بتاعك هيجي لك الامتحان يا اما كارفنج يا اما تكتب الكلام دوت في ورقه. أنا ما اعرفش لسه نظامك هيمشي ازاي في العمل يعني. طيب تمام. ماشي.
ده بالنسبه لايه للشكل. طيب الماكسيمم كونفكستي زي ما قلنا، اللي هي الجزء الحته المحدبه، اكتر حته موجوده فين؟ في الميدل سيرد، في نص السنه. ده فين؟ في الضرس اللي هو رقم 4. طب هنا لا، هنا اكثر حته موجوده، اكثر حته موجوده محدبه عندي موجوده فين؟ في الاوكلوزال 1 سيرد، في الحته اللي ايه، في الضرس العلوي، في الجزء العلوي من الضرس. طيب زي ما قلنا هنا عندي ايه؟ عندي ميزولينجوال ديفلوبمنتال جروف. هنا ما عنديش، هنا البكه القصب متسنتر على الروت، لكن هنا لا، البكه القصب هنا بقى مش متسنتر. يبقى دي علامه تانية تميزك، تعرف ان ده مش لور 4، ده لور 5. عرفت منين؟ لقيت جبت مسطره كده وحطيتها على البكر الكسر ونزلتها تحت، لقيتها مش ماشيه على نفس الخط بتاع الجذر، مش ماشيه على نفس الخط بتاع الروت. اه، يبقى ده معناه كده ان ديت لور 5 مش لور 4. ماشي. ادي منظره اهو، ده لور 4 زي ما قلنا شكله دايموند. طيب اللور 5 لا، شكله ايه؟ راوندد شويه. دي علامه تانية برضه تعرف تفرق بينه وبين اللور 4، ان تلاقي ال 5 ديت راوندد شويه، لكن ال 4 بتلاقي فيها زوايا شويه لحد ما. عشان ايه؟ هنا عشان هو كسب واحد ورا، لكن هنا في كسبين اهو. يعني هنا بص يا محمد كده معايا اهو، هنا بقى عندي كسبين ورا، ادي كسب وادي كسب. تمام. فالشكل دوت خلى الضرس من ورا عريض، فشكله بقى دايره، بدل ما هو بقى حاجه كده بقت كده، بدل ما هو كده بقى كده من ورا. تخيل معايا. طيب تمام. ده منظر الكاسبات اللي هو ايه 3 كاسب تايب زي ما قلنا. طيب الفور بقى، ادي المنظر برضو، الحاجات اللي هي اللي فوق، لما ابص عليها من فوق كده، ايه هي الحاجات التضاريس اللي بشوفها بعيني؟ اللي هو ايه، عندي بكر كاسب ولينجوال كاسب برضو، وعندي آه اللي هو ايه تو ميزيال وديستال مارجن. طب دوت لو هو تو كاسب تايب، لو هو 3 كاسب تايب بقى، لو هو جاب لك شكله من تحت ورا 3، هتلاقي عندي هنا ورا في آه كاسب اسمه ميزيو لينجوال كاسب، تاني اسمه ديستو لينجوال كاسب. فبياخد اسم الميزيال واسم الديستو. لو انا قسمتهم اتنين، اللي هو جالي لو انا شفته تحت عينيا 3 كاسبات مش كاسبين، بلاقي الكاسبين اللي ورا دول واحد ميزيو لينجوال واحد ديستو لينجوال. ده منظر السنيك اي. يبقى ده شفت المنظر ده على طول، يبقى ده سنيك اي. طبعا هو ديت رسمه رسمينها عشان تتخيل بس يعني، لكن هو في الحقيقه بيبقى فصه موجوده هنا وهنا، وانت بتبص عليها كده بتقول ايه، اه دوت عندي ده اللي هو السنيك اي، منظر عين التعبان. طيب لكن في الفايف بقى، بص الفايف لا، بص عامل ازاي، شكله مختلف خالص. تلاقي كده ان هم مش على نفس الخط، عشان كده مش هينفع يبقى عين تعبان، ان هم مش على نفس الخط، واحده فوق شويه واحده مايله تحت شويه. فكده انا عرفت ان دوت ايه، ده الفايف. طبعا حاجه تانيه بتميز ان الميجرنج والديفلوبمنتال جروف موجود هنا مش موجود هنا، وان السنترال ديفلوبمنتال جروف هنا بتبقى مايله شويه. ماشي. يبقى دي كلها علامات تخلينا نفرق ما بين الفور والفايف. ادي شكل الايه. وهنا برضو حاجه مهمه قبل ما ننسى، هنا بيديني شكل اليو شيب. يعني هنا لو اداك قال لك ايه الحاجه المميزه في الفور، في اللور فور، هتقول له السنيك اي، السنيك اي. طيب ايه الحاجه المميزه في الفايف؟ هتقول له لا، الاتش. شكل الاتش اهو، بص اهو، لو انا جبت خط كده ورسمت ادي شكله اهو، بيبقى شكله عامل زي شكل حرف الاتش اهو. تمام. والخط اللي ماشي في تمام. النص دي كده اتش او يو، او شكله يو اهو، برضه نفس الفكره. نشد دي كده اهو، منظر يو اهو. يبقى يا اما يجي لي باتش او يو شيب، تبقى ديت العلامه المميزه اللي بتميز اللور 5 عشان نبقى عارفين اسمه. طيب لو جاب لي بقى 3 تصبات، الكلام اللي فات ده لو كان هو الكسبين، لو هو اللور 5 كسبين، طب لو اللور 5 3 كسبات هيعمل لي شكل واي اهو، زي ما هو راسم اهو 3 كسبات اهو، ادي كسب واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه. هم الثلاث نجوم دول ال3 كسبات. طيب يبقى احنا كده فرقنا ما بين اللي هو السكند واللور. طيب ده لما يجي لك تقول له ايه؟ تقول له المميز فيه ان هو فيه واي شيب، وعندي ايه؟ عندي ميزيال وديستال ولينجوال ديفلوبمنتال جروف. ادي واحد اثنين ثلاثه، ادي ميزيال ودي ديستال ودي لينجوال. لينجوال زي ما احنا عارفين يعني ورا في الضرس من ورا. طيب منظر البلب عامل ازاي؟ احنا قلنا في الضرس اللي فوق، في اللور، في الابر فور اللي فوق قلنا ان بيبقوا قناتين. طب اللي تحت؟ لا، اللي تحت اللور فور قناه واحده. طيب اللي فوق الابر فايف قلنا معظمه بيبقى قناه واحده. طب هنا قال لك بفرق قناتين. ايه؟ قناتين. قناتين، بس هو ايه، قناتين في جذر واحد، قناتين في جذر واحد. يعني ما تجيش تبص من بره تلاقي ده ده جذر واحد يبقى هو قناه واحده، لا انا ما اعرفش لسه، لازم اعمل له اشعه عشان اعرف اللي جوه ده قناتين ولا قناه واحده. يبقى هو هنا بس المعظم ان انت عندك ايه، عندك قناتين في الايه، في الضرس رقم 5. طب الجذر نفسه، الجذر ممكن يبقى جذر واحد او جذرين، جذر واحد او جذرين. ده منظر ايه، منظر الضرس اللي هو رقم 5 اللي تحت. طيب هنا بيحكي على البلب كافيتي طبعا، وان هما الاثنين زي بعض، مفيش فرق بينهم كبير، بس الحاجه لو مختلفه شويه ان البطه قصب
more developed and pointed، يعني اكتر شويه واكبر من الايه، من اللينجوال كاسب. والروت كانال اللي هي كانت عماله تقول لك ايه اسمها روت كانال، روت كانال، هي فعلا نطقها اسمها روت كانال. روت كانال يعني ايه؟ يعني الجذر نفسه فيه قناه اسمها قناه العصبيه، القناه العصبيه، بس هو بالانجلش اسمه روت كانال. جميل. طيب الروت كانال بقى دوت عباره عن ايه؟ قال لك بيبقى في الضرس رقم 4 بيبقى قناه واحده، اما في الضرس رقم 2 بيبقى قناتين مقسومين، ده معظم الوقت. جميل. ده منظره اهو، ميزيو ديستال وباكو لينجوال. تمام. يبقى دوت اللي هي ايه، اللي هو الفرق ما بين الاثنين دول. طيب ماشي. ده بالنسبه كده لمنظر السنان. برضو القناه العصبيه اهو هو الضرس، لما جبنا الضرس وقسمناه نصين، وده لما انا قسمته من نصين بس من نص ايه، من فوق كده، فانا هتبص عليه من فوق. ده منظر اللي هو اللور فايب. طيب ده كده اللي هو الجذور بتاعتنا. طيب ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه ل المحاضره بتاعه الدنتال اناتومي.